كياني، عضو جمعية مكارطو للتنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مستشارة جماعية. بالنسبة للوقفة اللي دايرينها اليوم نتكلموا عليها. أولا الوقفة هي وقفة استنكارية، ووقفة كتندد لما آلت إليه الأوضاع من التسيب اللي كيعرفوه أرباب اللي كيتعرفوا المقالع، واللي كانت عنده انعكاسات خطيرة وخطيرة جدا، سواء على البهائم وعلى الهواء، على الماء، على الفرشة المائية، على الإنسان، على الأضرار، على جميع الأشكال وجميع الحاجات اللي هي موجودة حية في الجامعة راها دمرات. يوسف العيالي، رئيس جماعة مكارطو، عضو مستشار الغرفة الفلاحية للدار البيضاء السطات، وعضو في المجلس الإقليمي للسطات. سيد الرئيس، هناك اتهامات من ساكنة مكارطو أنكم تتواطؤون مع أرباب المقالع. يعني كاين السكان اللي وقع لهم تصدع في الجدران ديالهم، كاين الساكنه التلوث ديال الاسفلت وما ادراك ما الاسفلت، وخصوصا احنا في دولتنا راحنا مقبلين على تنظيم واحد المؤتمر عالمي ديال المناخ وديال البيئه وحنا كنلوثوا فيها. اذا كانت انعكاسات خطيره، كان طرد تاسفي للعمال، ما كاينش، ما محترمينش. يعني لو بغيت نقول لكم اون بريف، يعني باختصار انهم ما محترمينش دفتر التحملات نهائيا. منين الحاج عبد الله، مواطن من المواطنين المتضررين. انا كتاجر راجع من الهجره، واليوم أسست هذه الجمعيه لغرض ان المتضررين اللي ما صاروش فين يتوجهوا لمن يناديوا. اليوم هاد السكان المقالع هذه مده وهي خدامه، وكاين الهدف ديالهم ان الناس شكات منهم وداروا شكوات ولكن لا جواب لهم. ولكن شنو السبب ديال الشكوى؟ السبب ديال الشكوى الاخبار ملي تكون خدامين الغبره كتقيس السكان كلهم، لا اللي يصب الحوايج ولا دارو تدخل اي موقع، والدخان ديال الزفت. الناس ادات بزاف. في ماذا تتواطأ الاستاذ الكريم؟ الاتهامات حول ايش؟ تواطؤ فاش؟ خط دفتر التحملات. ما خط دفتر التحملات، هل الجماعة لها الحق بإلزامية أرباب المقالع بتطبيق دفتر التحملات؟ قانون تنظيم المقالع واضح وباين. قانون تنظيم المقالع كاينه لجنه اقليميه هي المكلفه بتتبع اشغال المقالع. الجماعه ليست عضو في تلك اللجنه، بل العكس، شي تواطؤ. الجماعه المسؤوليه ديالها محدوده فاش؟ في تلقي التصريحات الثلاثيه اللي كناخذوا من عند الناس ديال ارباب المقالع. كيجي يصرح ملي جينا حنا للجماعه، اول ما بدينا به فعلا تسمى كاين فوضى. لا انكر ان كاين فوضى، كاين خروقات، كاين أول ما قمت به هو تقرير عام حول وضعية المقالع بجماعة مكارطو، وكان هذا بمبادرة شخصية مني وبمجهود مني أنا بوحدي. أعددت التقرير، هذا تقرير حول وضعية المقالع، وسردت فيه كل الخروقات، وبنيت على القوانين والنصوص التنظيميه والدوريات والمراسيم. درنا فيه سرد المقالع المرخصه، درنا الانعكاسات السلبيه للمقالع على البيئه والساكنه المجاوره، كما طرقنا فيه
الغبار والأطربة والأشغال ديال الشاحنات والانعكاسات الصحية والانعكاسات على التربة والإزعاج الكبير. وعلى إثر ذلك التقرير استصدرنا قرار سنة 2012 من المجلس بعدم الترخيص لأي مقلع جديد وإعادة النظر في التراخيص. رسلنا ملتمسات إعادة النظر في التراخيص الممنوحة. كانت وقفات احتجاجية نظموها أصحاب الطاكسيات، أرباب الطاكسيات، لأن كاينة الحمولة ديال الكاميو كتكون كثيرة محملة بالأحجار بالمواد الأولية المقالع الحجرية كتمر عبر الطريق، رغم أن كاينة الغلا كان ممنوع 14 طن، يعني في خرق تام للقانون. كاينه مسائل اخرى، هو ان الطريق عرفت جميع اشكال التآكل، اصبحت شبه مقطوعه سواء صيفا ولا شتاء. نظموا وقفات احتجاجيه. كانت جمعيه من قبلنا اللي اشتغلت على المراسلات اللي انتم كتسولوا عليهم، راسلت جميع ولدينا نسخ، سازودكم بنسخ من الارساليات مرفوقه بعريضه ديال مجموعه ديال واحد العدد كبير من المواطنين. راسلوا جميع الجهات المختصه، جلسوا معاهم، داروا اجتماعات عند السيد الوالي، ولكن دون جدوى. وجهنا ملتمسات للسيد والي جهات الشاويه ورضيغه من اجل تفعيل ديك الساعه انذاك السيد الوالي من اجل تفعيل دور اللجنه المكلفه بالمراقبه داخل اللجنه الولائيه للمقاليع، وتفعيل دور اللجنه الجهويه لدراسه التاثير على البيئه. كما وجهنا ملتمسات السيد وزير الداخليه ووزير التجهيز والنقل ووزير الطاقه والمعادن، والدعوه رسلنا ملتمس بدعوة المفتشين قطاع البيئة للقيام بالوقوف على الكوارث والخروقات التي تخلفها المقاليع على مستوى تراب الجماعة، وكذا التأكد من احترام الكميات المصرح بها. هل للجماعة السلطة باش توقف الكريم؟ واش الجماعة عندها السلطة والقانون سمح لها باش تدير شي إجراء؟ الترخيص يخضع لمصادر إدارية وقانونية. طبعا هذه الصفات وهذا الاهتمام واللي بغينا نبلغكم هو أننا كنعيشوا تصرفات ويعني ظروف مأساوية مع هذه المقالع الحجرية. احنا عينا النادي وعينا نكتبوا ومشينا للعمالة واستقبلونا وواعدونا، ولكن لا شيء. الغبار هو الغبار، الضجيج هو الضجيج، العمل بالليل. احنا اصبحنا غادي نهاجروا. الانسان يضل في الحقل ديالو يخدم ويجي الليل باش يرتاح، الحجر كيطحن عند راسو ما ينعش. شحال تقريبا كيخدموا من ساعه؟ 24 ساعة على 24 ساعة. دابا واش الأدهى والأمر أن الحد يخدموا، دازت عطلة الاثنين والحد والاثنين تخدم. واش كاينين آلات؟ حنا هربنا من الضجيج ديال المدينة وجينا زعما باش ناخذ السكينة ديال البادية ونعيشوا. أصبحنا هاربين من البلاد اللي يقولوا هي ديال الهدوء اللي ما فيهاش الغبار وما فيهاش تلوث. أصبحنا هاربين من هالمدينة. من لجنة إقليمية كيترأس السيد اللجنة الجهوية كيترأس السيد الوالي، وفي واحد عدة مصالح ما يزيد على 20 مصلحة. ومن بعد الترخيص كتمنحه وزارة التجهيز، هي اللي كتمنح الترخيص للمدير الجهوي للتجهيز. واش الجماعة عندها الحق تحيد الترخيص؟ الجماعة أو المجلس الجماعي الدور ديالو محصور، رفع ملتمسات فقط. الملتمسات رفعناهم للقطاع ديال البيئة والسيد الوالي والسيد وزير الداخلية والسيد وزير البيئة، وخرجت عدة لجان وكتعد تقارير. أما الجماعة
اللي عندنا دابا والاستطاعه اللي عندنا دابا والاختصاص اللي عندنا هو كناخذوا تصريح من اللي جيت فرضت عليهم على الناس ارباب المقاليع يجيب التصميم الجانبي بلون كوتي يكون من عند توبوغراف اغري معترف به محلف ومعترف به كيجيب لنا التصميم كناخذوا عنده التصريح كنفيرسيو في الكونت ديال الجماعه. اشتغال بالليل وما ادراك ما اشتغال بالليل. اشتغال بالليل اللي الناس ما كينعسوش وسيرتو المحيط ديال المقاليع. وهذا التسيب يعني بادي من الجماعه لان لو كان عليهم انت كعضو الجماعه شنو الموقف ديال الجماعه من هذا الجماعه اقولها واتحمل مسؤوليتي انها تتواطأ مع ارباب المقاليع. وهذا التواطؤ اشنا هي الدوافع ديالو لاسباب غير معروفه. وانا من هذا المنبر وندد واستنكر انا لست ضد فلان ولا فرتلان ولا اصحاب المقاليع. احنا مع الاستثمار النظيف، احنا ما كرهناش الاستثمار، ما كرهناش ابناء المنطقه يشتغلوا، ولكن مع الاستثمار نظيف بدون تلوث، بدون تلوث البيئه، بدون تسمم. وكتعرفوا الامراض، كتعرفوا الاطفال الصغار راهم معرضين، المسنين، الشيوخ، راه كاينين الناس اللي اكثر عرضه لهذه المخاطر. وهذا هو علاش اليوم حنا واقفين ورحنا عندنا الشكايات راها مكتوبه ورحنا مازال غادي نعاودوا نديروا اشكال نضاليه اكثر من هذه. حنا بدينا مع هاد الناس، الا دخلوا معنا الحوار ولا حلوا معنا المشكل اهلا وسهلا، الا ما كانش حنا مستعدين ناضلوا ونديروا بجميع الاشكال النضاليه باش نتجاوزوا هاد العقبه وهاد المنعرج الخطير اللي حنا غاديين فيه. كاين الخضراء، كاين هذا، كاين طريق مهرسه، كاين ماشي ما كاينش، ولكن التنميه دائما كتكون معها حوايج اخرى. جميع المناطق ديال المغرب اللي فيها الكريانات وفيها المقاليع معها طربان المهرسه، مع الخضراء، مع هذا، مع كاين شي ما كاين. اللي عنده شي ضرر راه الحمد لله حنا في دوله ديال المؤسسات ودوله الحق والقانون. يطلع يسدوا المحكمه، يجيب خبير يحدد الضرر ديالو، يرفع دعوه بالشركه والمقلع اللي مضرر منه. اش غندير انا رئيس الجماعه للمقلع؟ اشنو اللي بالاختصاص ديالي وما درتوش؟ قصرت منه. الوجهه ديالنا بعض المرات كيدوزوا من هنايا، كانوا رفضوا ليهم واحد المره ما بقاوش كيدوزوا وبقى يدوز لي انا ما كنسكتش، انا كنسكت من احمد. والوجهه ديالهم هي شاده الطريق ديال بن حمد، يمشيو على طريق بن حمد راه ما فيهاش ما كيتشاف. هي اول اللي يلاه رقعوها شي رقع، اما هي ما كانت فيها ما بقاش فيها ما يتنظر على الطريق. الطريق كانت هي الاساس الوحيد اللي كان الناس كيمشيو، هذه هي الطريق الطراجي اللي كيخرج منها كل الجهات من الجماعه، لا الشرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال. هذا هو الجهه اللي كيتوجهوا لها، اللي حد الان الطريق اللي حد الان باقي كيقولوا تعطات هذا التصيد، ولكن الناس متضررين بزاف. واهم المشاكل هو كانت لا في الزرع ولا في هذاك الشيء، كتكون ما تقدرش تسيب اليوم ولا ما خدامينش. لا ادري هل في اخبارهم بانكم جايين او ما جايينش، ما كنظهرش، ما كتشوفش. لو تشوف بان السماء كلها كل واحد خد حقه من الغبار، ما خدش حقه. والمتعاطل حنا لم نرفض، ما رفضناش هاد الكريانات اللي غادي يجيو يستثمروا في البلاد، ولكن الهدف هي ولاد المنطقه خصهم يستافدوا. رسالتي لرئيس جماعه مكارطو كنقول ليه السيد الرئيس حنا معاك وحنا في صفك، ولكن تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك. راه كيف قال سيدنا، راه حنا ملتصقين بقضايا المواطن، لان سيدنا كيقول لك ان قضيه المواطن راها في صلب الاهتمامات ديالكم، وراه امانه في عنقنا، وراه حياه المواطن وحياه الحيوان وحياه الارض راه صبحت معقمه، راه حنا امانه في عنقنا، راه خصنا نتحملوها كاملين، وخاص تكون واحد لا سينيرجي، واحد تضافر جهود باش نوصلوا مع دوك مالي الكريات. حنا ماشي ضد الاستثمار، مرحبا بهم، حنا كيشرفنا ان تكون بلادنا فيها استثمار، ولكن ماشي بهذه الطريقه، ماشي نلوثوا البلاد، ماشي نخدموا بالليل، ماشي المنطقه نطردوها منطقه التعسفي، ماشي ما يشتغلوش يجيونا مثلا وحدين خارجين عن المنطقه. راه بلادنا وخيراتنا، راه الفرشه المائيه راه وصلوا لحد اكثر من الحد المسموح به، لان الفرشه المائيه اصبحت قليله واصبحت ضعيفه. راه هذه الخروقات هذا راه خرق تام للقانون. كنطلب من السيد رئيس الجماعه باش يتحمل مسؤوليته اكثر، وحنا معاه وحنا في صفه وحنا ناضلوا كاملين باش نوصلوا للمواطن، باش نرجعوا له كرامته، لان كرامه المواطن فوق كل اعتبار. تهرس الليل كامل
والله ما تنعس. بقينا كان عندنا جمع يوم الأحد وبقينا حتى ل 12 ديال الليل عاد تفرقنا، وهاك بالك وضرب ما عندك فين ولا ما كاينش النهايه، ما كاينش بس 24 ساعه على 24 ساعه. وللاسف الشديد حتى ايام العطل الاسبوعيه الاحد والله القاسم بالله عندنا اجتماع مر وبان بالشهاده من القائد كنا واخدين الترخيص، واجتمعنا يوم الاحد وبقينا حتى ل 12 وكاين جمع ما يزيد على 24 بشر كلهم كيسمعوا اذان وما كتنعس. راه اصبحنا راه المفر الوحيد والحاجه اللي كنفكروا فيها دابا وهي غادي نديروا واحد المسيره وغادي نمشيو لعند سيدنا الأقصر. تستفيد الجماعه حصه الضريبه ديال الجماعه. الجماعه كتدخل حوالي 4 مليون ديال الدرهم من المداخيل ديال المقالي، بها باش درنا الشراكات، بها باش كهربنا وصلنا 97% ديال الكهرباء، بها باش درنا تقريبا 21 مليون ديال الدرهم ديال الطرحات، بها باش درنا المياه، بها باش درنا الضوء، بها باش درنا النقل المدرسي. حنا غادي جمعه من الجامعات الفقيره من المغرب، حتى ما عندناش شي مدخول اخر. عندنا السوق الاسبوعي الله كاينينو ب 120,000 درهم في العام، جوج ديال الاسواق 120,000 درهم في العام. هذا شنو المدخول ديالنا؟ شكاية قدمناها لجميع المسؤولين بما فيهم القائد، رئيس الدائرة، الوالي، استقبلونا وعدونا وعود كاذبة لا شيء. هاد الناس المسؤولين ما هماش في المستوى، كيضربوا راسهم في العلافة وضاربين عرض الحائط المواطنين. الله سيدنا راه حنا كندرسوا ورحنا المره القادمه ان شاء الله، المحاوله القادمه احنا مناضلين وسنظل نناضل، والمره الاتيه ان شاء الله هو غادي ناخذوا مسيره نحو من يسهر على تطبيق دفتر التحملات، واش الجماعه القرويه ولا اللجنه الاقليميه ولا السيد العام السيد المهندس سعيد جلال لسنا بطرف. اللجنه الاقليميه لتتبع المقاليع فيها البيئه وفيها التجهيز وفيها الفلاحه وفيها قسم الشؤون القرويه بالعماله. لجنه محدوده ليست الجماعه عضو فيها وما عندنا حتى السلطه عليهم. واذا كان الشاحنات هرسوا راه كاين السلطات اللي مكلفه، كاين الدرك الملكي، كاين التجهيز، هما اللي كيحدوا الطراج اللي كيدوزوا. بالعكس انا كنعتبرهم شريك في التنميه. لاول مره في المنطقه ارباب المقاليع كيديروا شراكه مع وزاره التجهيز وكيصاوبوا لنا 10 كيلومترات ديال القدرون. لاول مره في التاريخ ديال المنطقه 10 كيلومترات ديال القدرون كيصاوبوا لنا، رغم انهم كيخلصوا. الا تهرست الطريق راه كاين قطاع ديال التجهيز هو اللي يقوم بالاصلاح، ولا هو اللي يدير التحديد ديال الوزن، ولا عندهم الوسائل البشريه والماديه والاليات باش يراقبوا واش الجماعه غتراقب الكاميونات. هذا صار جا بزاف ولا هذا ما صارش ولا هذا هرس الطريق ولا ما هرسهاش. شكون هاد الناس اللي كيضربوا راسهم في العلافه وما كيهزوش؟ هاد الناس المسؤولين اللي وصلوا المناصب عن طريق التسلق، ما دخلوش من الباب، تسلقوا الحائط بطريقه الرشوه وبطريقه الزوير، بطريقه الغاء الناس من اللوائح الانتخابيه، وصعدوا. علاش ما صعدوش عن جداره واستحقاق؟ صعدوا بالغش والتجأوا ثاني للغش، يشدوا الرشوه ويسكتوا. انا كنقول لك واحد المسؤول اللي هو مسؤول وكيظن ان المواطنين صعدوا، هو صعد عن طريق الرشوه ولا قيمه الكونكاسور يضرب على الراس، ولكن ما يقولش اوف. علاش؟ راسه في العلافه. الاحتجاج حق دستوري، من حقهم يحتجوا، وهذه ظاهره صحيه. ظاهره صحيه.